كوبا الجزيرة اللي طول عمرها عاملة صداع لأمريكا. تخيل بلد صغيرة في الكاريبي اتفرض عليها حصار اقتصادي من سنة 1960 ولسه مكملين. هنا الناس بتركب عربيات من الخمسينجات وبيتعالجوا في نظام صحي مجاني معمول يخدم أي مواطن، مش الأغنياء بس. بلد واقفة بعند كأنها بتقول للعالم إحنا مختلفين وهيفضلوا يبصوا علينا. لو مشيت في شوارع هافانا هتحس إنك رجعت 70 سنة لورا. بيوت بالألوان الزهرية، بلكونات مليانة ناس قاعدين بيتكلموا، وأطفال بيلعبوا كورة شراب في الشارع. رغم الفقر ونقص السلع بسبب الحصار، هتلاقي في وشوش الكوبيين ابتسامة صافية. هم اتعلموا يخلقوا فرحة من أي شيء. العربيات هناك مش مجرد وسيلة نقل، دي تاريخ ماشي على عجلات. أغلب العربيات الأمريكية من الأربعينات والخمسينات ولسه شغالة لحد النهاردة. ليه؟ لأن مفيش استيراد جديد بسبب الحصار. فالميكانيكية الكوبيين بقوا عباقرة واخترعوا قطع غيار من لا شيء عشان العربيات دي تفضل شغالة العمر ده كله. كوبا اتبنت على إيقاع الموسيقى. السالسا والسونجيز اللاتيني، والمزيكا هناك مش مجرد فن، دي لغة الناس. أي حارة صغيرة هتسمع فيها جيتار بيغني، وأي بار قديم هتلاقي فيه فرقة صغيرة بتعزف. الموسيقى عندهم بقت وسيلة ينسوا بيها الفقر ويثبتوا للعالم إن عندهم روح مش ممكن تموت. ولو خرجت بره هافانا هتكتشف إن كوبا دي تانية خالص. شواطئ فرد رو من أنقى المياه في العالم، وجبال فناليس بتخليك تحس إنك واقف قدام لوحة. وده بسبب إن السياح بيروحوا هناك وبيقولوا إن البلد دي على قد ما هي بسيطة، على قد ما هي ساحرة. كوبا مش مجرد جزيرة صغيرة، كوبا فكرة إنك تعيش رغم كل الظروف. بلد اتحاصرت اقتصاديا لأكتر من 60 سنة، ومع ذلك لسه بتضحك ولسه بترقص ولسه بتقاوم. يمكن عشان كده أي حد بيزورها بيخرج منها بحاجة مش ممكن يلاقيها في أي مكان تاني. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. السلام عليكم.